سلام الله عليكم هنين حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيت معكم بيتزا تاع السميد قرمشه خفيفه. هيا الى مطبخي المتواضع. نبداو على بركه الله. نحطو كاس ماء دافي نفس الكيلة هذا، كاس سميد رطب. نحطو بعدا ملعقه تاع السكر، ملعقه تاع خميره. نحركو مليح حتى تدخل هذيك الخميره السميد يدخل كامل في الماء. نحركو كامل، نحرك كامل. اللي ما عندوش السميد الرطب هذاك، عنده سميد في الدار يدخلوه بحاول في الغربال. عندك غربال تخليه يخرج لك هذاك الرقيق كامل، هذاك هو. واللي عنده حابين البيتزا تاعنا تجي مقرمشه زي بكري هذيك، ديروا السميد الرطب. ونخليوها تخمر حوالي مده ونرجعوا ليها. يكون طقتي خمرت شويه نحيوها، نزيدوا لها الاضافات اللي راح نزيدوها. نفقسوا لها حبه تاع بيض درجه حراره الغرفه، نزيدوا لها ربع كاس زيت. انا حطيت زيت الزيتونه، وانت اللي تخرج عليك ديريه. عفوا نصف كاس زيت ملح، نبداو نزيدو في الفرينه. هكا دارت. نبدا نزيد في الفرينه، نجيب الفرينه تاعي هنا ونبدا نحط، نزيد ونحرك، نزيد ونحرك حتى نتحصل على عجينه البيتزا. تكون خفيف شويه. تعرفوا بلي السميد يشرب، لازم نخليوه حتى نكملوا الماء تاع العجينه تاعنا. هنا كذا نجيبوا العجينه تاعنا هنا، نزيدوا العجين. تخافوش عجنوا مليح. لقيتوها مازال تلصق زيدوا، بصح ثاني ما تخليوهاش يابسه، خليوها طريه كما قلت لكم. السميد راه يشرب. العجينه نردوه هنا ونغطيه نخليوها حتى يتضاعف الحجم تاعها ونرجعوا حتى تطلع لنا العجينه تاعنا. نوجدوا لاصوص، نديروا مقله، نحطوا شويه زيت الزيتون، شويه زيت خلطين، نجيبوا شويه ثوم نربيوها، نقليوها شويه، نزيدوا لها ورقه رند هاي، ونقليو نرحيو الطماطم تاعنا الروب ولا اي حاجه، ونجيو نحطوهم. لا عادوا حمر الطماطم تاعكم طايبين، ما كان لا تزيدوا طماطم مصبره، ولا عادوا ماشي ملاح ماشي حمر نزيدوا لها. انا تاعي زيدت لهم شويه برك. نقليوهم مليح ونملحها، ونحطوا شويه ملح. عادوا حامضين الطماطم نزيد لهم شويه سكر باهي كاسي هذيك حموضه وما تجيش حامضه. خلاص نزيدوا لا توابل ولا نزيد لهم غير ملح وخلاص. اللاصوص تاعنا تكون نبتت، خليوها شويه ما تنشفوهاش. العجينه تاعنا هذه جات طلعت، الله الله عليها. نحيوها من البول، ونحاول نفرشوا شويه سميد رطب اللي بعدا اللي خدمنا به، زدنا نخدموا به نصبطوا به
نقسموها على قسمين. انا تاعي هادو جاوني زوج بلاوات تاع الفرن، الكيله اللي كيلت لكم جاو زوج، ما جات نورمال نصبطها وما نشتيهاش طالعه هنا بزاف، واللي حبها طالعه حاجته. نقسم الجزء الاول نبدا نخدم فيهم نبسطهم كامل، مع دايما نعاون روحي بسميد رطب ونحلوه بالحلال. البلا تاعي اللي وصل لهن بالتفراج والفيديو كمل ووصل لهن، ارجو دعمكم حبايبي. فيديوهاتي ماهوش يطلعوا وانا نحاول، وتعرفوا قناتي جديده بدي قد قناتي، انا نحاول دائما نجيب لكم وصفات اقتصاديه ما فيها لا تعقيدات لا والو، وفوان نديرها بالسميد اغلبيه. نحاول نساعد العائلات ونساعد نفسي، ومع الاقتصاد في كلش نحاول نقتصد. ان شاء الله يعجبوكم، دعمكم فقط. نحاولوا نسقموها في البلا بيدينا وما تخافوش تقولوا يسقط، لان البلا راهي بالسميد وزيد حطينا له شويه سميد. الجهه دائما اللي تسبطوها من تحت بالسميد حطوها هي في البلا، ما تعكسوش، ما تحطوش السميد من الفوق، تحطوه غير من تحت. حاولوا نخلوها هادي مليح. بعد نحطوا لها شويه زيت الزيتون وندهنوها باه هذاك لاصوص تاعنا ما يتشربش، تشربوش العجينه وتجي البيتزا تاعنا ناشفه. نحطوا زيت الزيتونه ندهنوها كامل الجوانب تاعها كامل، بلاصه ما نخليوها. فهمتي؟ ومن بعد نجيبو لاصوص تاعنا اللي خدمناه وخلينا شويه جاري نحطو، ما نشفوش بزاف، ما كتروا بيتزا كاري تشتي لاصوص بزاف تقعد مشمخه. نوزعو كامل عليها تنخلصو. كي نخلصو الطماطم نزيدو عليها شويه حشيشه، انا نشتيها واللي ما كيشتيهاش ما يحطش. شويه زيتون نوزعوه كامل. ونحطوها طيب. بنفس الطريقه زي ما نحلو الدوزيام هذيك، نحطوا لها شويه سميد ثاني ونحلوها بنفس الطريقه. هي بالسميد تبقى تجي بنينه. هاي البيتزا تاعنا درك واجده. نحطوا لها زيت الزيتونه نرشوها، نزيد الحبين نزيد ترشوها ونحطوا لها الطون. عرفوا الدراري كامل يحبوا الطون. نقصوها جات صغيره خفيفه مقرمشه، شفتوا كان طيبه ومحمره كامل من تحت. صح. مع السلامه في فيديو اخر بإذن الله.